السلام عليكم واهلا بكم مع ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض الكحك. المقادير بتاعتنا 2 كيلو دقيق، حاطه عليهم معلقه سمسم كبيره رشها عليه كده. وده اللبن انا مدوبه فيه معلقه خميره ومعلقتين سكر كبار. ودي معلقه معلقه ملح صغيره. الشكل ده هرشها دلوقتي برضو كده على الدقيق. واللبن للعجن وسمنه، دول 2 كيلو سمنه. مش عارفه العجينه هتاخد مني بس قد ايه، هوريها لكم دلوقتي. والسمنه دي انا قدحاها عشان الجو صيف، انا ما بحبش احط السمنه كده. يعني حابه تحطيها انت كده انت حره، بس عشان الكحك ما تطلعش ريحته معايا او يبوظ لازم تحطي السمنه مقدوحه كده احسن. فبصي بقى انا هنعمل ازاي. انا السمنه سخنه كده، هننزل بالسمنه وهي سخنه كده على الدقيق بالشكل ده كده، وهنبس ونشوف. نقلب العجينه كده. عندي العجينه بتاعتنا تقعدي تبسي فيها كده لما ما تخليش ولا حبه دقيق في الحاجه اللي انت بتعجني فيها كده، تضيعي كل الدقيق اللي فيها. وده ملمس العجينه بتاعتنا. شايفه العجينه بتبقى كده عشان تبقى الكحكه معاكي ناعمه وحلوه، لازم تبقى كده كده. دي الكحكه الناعمه. الكحكه ابو شاي عجينته تختلف خالص، لكن ده الكحك الناعم لازم تبقى عجينته معاكي كده. احنا خدنا قد ايه سمنه؟ انا كنت قادحه 2 كيلو، فضل منهم حوالي نص كيلو اهو. وارجع اقول لك نصيحه، ما تلتزميش بمعيار السمنه في اعمال الكحك. بصي على ملمس العجينه بالشكل ده. لو كورت معاكي كده واتعملت كده قبل ما تحطي اللبن، تبقى كده العجينه معاكي مظبوطه. هنحط ايه الاول؟ نحط الفانيليا بتاعتنا الاول ونقلب كده. طبعا انا حطيت الفانيليا معلقه صغيره بالشكل ده. هنعمل ايه الاول؟ ننزل بايه الاول؟ اللبن اللي فيه الخميره والسكر، عشان ما نرجعش نحط ايه اللبن التاني وترجع الخميره ما استخدمهاش كلها. لازم احط اللبن ده الاول. احط كله كده واعجن. انا هحط لها كمان شويه ميه كده، عشان الميه بتخلي الكحكايه معاكي خفيفه كده وهشه وحلوه كده. هي لسه عايزه ميه ولبن بس. ان العجينه الناعمه دي بتشد معاكي بعد ما تعجنيها بتشد. طبعا تفضلي تعجني في العجينه لما تبقى بالشكل ده كده، الملمس بتاعها ده كده. العجينه طبعا احنا كنا مدوبين الخميره في 3 كوبايات لبن، وحطينا كوبايتين كبار ميه، ورجعنا تاني حطينا كوبايه لبن، يبقى خدت مننا 4 كوبايات لبن وكوبايتين ميه كبار بالشكل ده. طبعا السمنه انا قدحاها جامد، لكن اللبن عادي مطلعاه لسه من التلاجة والعجينه لسه سخنه معايا. لقيت ودي حشوه الملبن بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، واللي ما شافتهاش هتظهر لها الوصفه بتاعتها اخر الفيديو يمين الشاشه. ودلوقتي هنقطع الكحكه بتاعتنا، نعمل العجينه بالشكل ده، ونحط الحشوه بتاعتنا نتك عليها بصباعنا كده ونحطها كده، ونلف الكحكايه كده نقفلها كويس عشان الحشوه ما تطلعش منها، ولو طلعت منها هتبقى شكلها مش لذيذ خالص كده. وبالمنقاش كده او باي بصامه عندك. في دلوقتي بصامات حلوه في السوق ممكن تعملها بالبصامه، لكن انا بحب بصراحه المنقاش عشان ايه؟ بتقدر تاخد سكر كويس معايا بالشكل ده. انا ما ببطهاش خالص، هي المنقاش يا دوبك وخلاص كده بالشكل ده. النقشه بتاعتها كده، واحط في الصينيه بتاعتي كده. هاخد من العجينه كده على قد التقطيعه بتاعتي اللي انا معلماها كده، واخد الحشوه واتك عليها بايدي كده عشان ما تطلعش من الكحكايه كده، واقفل عليها كويس جدا كده.
بالشكل ده. اكورها بايدي حلو كده وبالمنقاش وانقش كده. في بصمات بقى بتبقى سريعه، تحطي البصمه وخلاص. المنقاش بياخد وقت شويه كده. واللي انت حباه اعملي بيه بالشكل ده وتحطي في الصينيه كده. هكمل الطريقه كلها بالشكل ده طبعا. ولما تيجي تخبزي او تولعي الفرن، هتاخدي اول صاج انت قطعتيه او اول صينيه انت قطعتيها هتعمليها في الفرن الاول. في الحر ده احنا بنسيب العجينه بعد ما نقطعها كده من 2 ل3 ساعات. في الصيف كده بنسيبها من 2 ل3 ساعات، لكن في الشتاء بنبيتها، نقطع بالليل ونسيبها نحبسها الصبح. لكن في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده لازم من 2 ل3 ساعات حلوين قوي. وهنكمل بقيه الحشو ونرجع لكم تاني. وده الكحك بتاعنا كده بعد ما قطعناه هنخبزه بقى في الفرن كده. طبعا احنا ولعنا الفرن على اقل درجه طبعا. وبعد ما قعره ما يحمر كده من تحت هترفعيه على الشبكه تحت الشوايه، والشوايه برضو على اقل درجه. وتخلي بالك كده من الفرن كل شويه تبص عليه وتغيري السجام بتاعتك شمال ويمين كده لحد ما تحمر كلها شبه بعضها. هنطلع الكحك بتاعنا بعد ما استوى كده. طبعا ده اللون الفستقي الجميل ده لما يبقى معاكي في اللون ده كده. طبعا احنا حطينا تحت مكانه لما بنشيله، لما القعر بتاعه بيحمر بنشيله نحطه على الشوايه ونحط تاني مكانه تحت كده عشان ما تضيعيش وقتك كده، عشان الفرن كمان ما يولعش على الفاضي. وكل شويه بنعمل كده ونطلع كده ونبص على قعر الكحكه بتاعتنا. لسه شويه هي احمرت بس لسه عايزه كمان شويه، هنسيبها شويه وبعدين نطلعها على الشوايه. وده اللون بتاعه بالشكل ده. شوفي جامد معاكي ازاي بالشكل ده. ما تطلعيش ابيض من كده، لازم تطلعي اللون الجميل ده عشان الكحكايه تعيش معاكي وتبقى طعمها حلو ومخرفش معاكي وجميل بالشكل ده. طبعا انا هكسر لك واحده بس هو لسه سخن ما ينفعش يتكسر دلوقتي. شايفه خفيفه ازاي معاكي وجميله بالشكل ده. ده الكحك بتاعنا بعد ما قدمناه بالشكل ده. طبعا ما تحطيش عليه السكر وهو سخن. انا ما بحطش عليه سكر الا عندي التقديم، بس انا عملت ده علشان اقدمه لكم. انا بحط الكحك عندي ولما اجي بالطلب كده احط له السكر بتاعه. طبعا هنشوف قلبه مع بعض كده. هنكسر واحده اهي. شايفه الحشوه عامله في قلبها ازاي بالشكل ده. مستوي طبعا وزي الفل. طبعا الملاحظات بتاعتنا ينفع ينحش عجوه؟ لا، مش ده بتاع العجوه. ينفع يتعمل بزبده؟ لا، لازم سمنه. ايا كان نوع السمنه مش هتفرق معاكي كتير، بلدي او اي نوع سمنه يعجبك اللي انت وظروفك وانت وامكانياتك ومن ايديك هيطلع احلى كحك بالدنيا ايا كان السمنه اللي انت عاملاها. طبعا خلي بالك من الفرن بتاعك برضو وانت بتخبزي طبعا عشان خاطر تغيري بالصواني او السجام بتاعتك كده. طبعا لو عندك مروحه في الفرن هتسهل عليك، لا هتحتاجي تغيري صواني ولا سجام ولا اي حاجه. مروحه بتوزع الحراره في الفرن كله. طبعا يا رب جربوه، ولو لكم اي استفسارات اكتبوها لي اسفل الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ويجعل ايامكم كلها اعياد وفرح يا رب انتوا وكل اللي حبايبكم. ولايك وشير وسلام عليكم.